بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الكلمة الآن من قبل الأخ الشيخ مهدي طاهر سندا التي سيلقيها على مسامعنا، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. إبراهيم زكزكي حفظه الله رسالة إلى أمة الإسلامية حول توحيد الصفوف والكلمة والموقف، وهو قائلا أن الغرب يرى أن العدو اللدود وهو العدو الأول له هو الإسلام والمسلمين، ولم يخفوا هذا ويقولونه علانية. هم يقولون علانية ويتكلمون علانية بدون أي مجاملة. هم أعداء الإسلام والمسلمين. وقال السيد على المسلمين أن يكونوا صفا واحدا كما أن أعداءهم هكذا. أرى أن الأعداء هم صفا واحدا في مواجهة المسلمين، إنها فتنتهم وفساد كبير. يعني لنكن صفا واحدا، إن لم تكونوا صفا واحدا ستكون هناك فتنة كبيرة وفسادا كبيرا. لا بد لنا من توحيد الصفوف ومواجهة ما برما، وسنبقى مع السيد زكزكي إلى النصر أو الشهادة، ونقول له لبيك يا الزكزكي، لبيك يا الزكزكي، لبيك يا الزكزكي، لبيك يا الزكزكي. فاعلموا أيها الإخوة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى موت الإسلام شهداء الإيمان والولاية، شهداء المجتمعين، شهداء المجزرة زاريا، ومن مات على ولاية محمد وآل محمد. للجميع نقرأ سورة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله. أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على جميع الشهداء من الأمة الإسلامية الذين قدموا دماءهم لري شجرة الإسلام. السلام على كل من ضحى وأعطى وسقى بدمائه شجرة الإسلام. نحن اليوم نقف وقفة استذكارية، وكان في بعض الحالات يسمع صرخاتهم وكان يتأذى، حتى كان يسمع صرخات سمية أم عمار زوجة ياسر، وقال اصبروا آل ياسر إن موعدكم جنة. أحسنتم، أصبر. نحن ماذا نريد من الله تبارك وتعالى؟ رضاه والجنة، ورضاه والجنة طريقه محمد وآل محمد. ثم انتقل الدور إلى المدينة، وأيضا إن الله يعدكم إحدى الحسنيين. الأولى ما هي؟
النصر، ثانية الشهادة. فالمسلم هكذا، فكانوا في معركة بدر الكبرى قد ضحوا وأعطوا نصرة لله ولدين الله ولكلمة لا إله إلا الله كل ما يملكون، بل بعضهم خرج من غير سلاح لأنه لا يملك السلاح، خرج في معركة بدر بعصا، وكان بعضهم يقاتل بالعصي حافي القدمين لأنهم أخرجوا من مكة فقراء ضعفاء لا يملكون السلاح. ولذلك كان لشهداء بدرين مكانة خاصة، وانتصروا في هذه المعركة، والله سبحانه وتعالى كتب للشهداء الفوز وللمنتصرين الفوز. ثم جاءت المعركة الأخرى وقتل فيها سيد شهداء عصره حمزة بن عبد المطلب. نحن لا نستبعد عندما نقول أن الجيش النيجيري حرق المسلمين الشيعة، مثل بهم، أخرجهم من قبورهم، هذا ليس بفعل جديد. التاريخ يحدثنا عن هند آكلة الأكباد زوجة أبو سفيان، ماذا فعلوا بسيدنا حمزة عليه الرحمة والرضوان عندما قتله وحشي؟ مزقوا بطنه وجدعوا أنفه وقطعوا آذانه وقطعوا أصابعه ومزقوا فيه ما لا يمكن اللفظ به، وجعلته كل ذلك هند قلادة في رقبتها، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله حينما جاء ووقف على حمزة ونظر إليه بذلك المنظر بكاه بكاء حتى أجهش بالبكاء. فهذا ليس بغريب وليس بجديد. نحن شيعة آل البيت نعطي وأعطينا وما زلنا نعطي إلى أن يظهر قائمنا عجل الله تعالى في فرجه الشريف. عطاء هكذا التاريخ يحدثنا في كثير من الوقفات، ولنا في الدروس من التاريخ دروس وعبرة، نجعل هؤلاء الشهداء مثال وأسوة وقادة نحتذي بهم. النبي صلى الله عليه وآله من الذي قتله؟ علي بن أبي طالب عليه السلام من الذي قتله؟ حجر بن علي عندما عرض عليه أمر أن تركت ولاية علي بن أبي طالب رجعت إلى أهلك سالما وإلا قتلت، ماذا قال؟ الإمام علي عليه السلام أخبره بذلك، قال يا حجر يدعوك هذا الطاغية إلى البراءة مني، ماذا تقول؟ قال والله يا أمير المؤمنين لو قتلت وقطعت ما برئت منك. بأبي أنت وأمي يا زاك زكينا لربوا دكي والله بزني يا با كرد قدام يا جو وكرفي فرغبا komai zai faru abu daya ne ba zai yiwu ba, alzakzaki mujaddidi ne ba zai fa mutu ba a yanzu in ba hikima da ubangiji. Zakzaki na kira ne zuwa musulunci, tariku mazahibi ya ce ba bambanci mu haɗa kai. لتقديم هذا التكريم من قبل طلاب نيجيريا تحت قيادة السيد إبراهيم الزكزكي حفظه الله. سيدنا تفضل. وكذلك ندعو السيد لتقديم هذا التكريم. وكنا نسمع
أصوات المتفجرات التي يتم تبديرها في الحسينية. بتنا هناك حتى الفجر ولم يعرف النوم طريقا إلى أعيننا، وبعد الصلاة الصبح قررنا الوصول إلى بيت سماحة الشيخ حفظه الله بأي ثمن يكلفنا ذلك. وأخيرا وصلنا هناك بعد حيل كثيرة، والمكان كان مختلطا بالدماء، الدماء تسيل بشكل متواصل حتى كنا ننظر إلى إخوتنا يقتلون. سقط عشرات من الإخوة جلهم فارقتهم الحياة، وبعضهم مصابين بإصابات بليغة. محمد محمد وشهيد محمد 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 وشهيد محمد Madiyana murna ƙarshen abul fadal wai ya zo, dan sun ga sun kashe Sayyid Ahmad babban gwarzo. Sayyid Ahmadu shi ya kwafe Ahmad Gwankwazo, san bai gazawa gun aiki je ka gun manzo, san bai gazawa gun aiki je ka gun manzo. Ahmadu dane, alas ku gane, shi ya tsayo don taimakon abban sawa Sayyid Ahmad. Muhammad wa Sayyid Ahmad Muhammad. Sayyid Ahmad shahide dagon zakzaki abba, dangon Nisai kane ga Nisai ba, babansa shine wanda buwaye jalle zaba, dan da saƙon addini shirya da muhibba, dan da saƙon addini shirya da muhibba. Amma duɗa ne na ku gane, sai ya tsayo don taimakon abban sawa Sayyid Ahmad. Muhammad